السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عملت سكارف بغرزة جميلة جدا، هتعجبكم قوي. سهلة جدا وبسيطة جدا وسريعة وفي نفس الوقت مش تقليدية. غرزة يعني خلت الشكل مختلف، يعني شكل السكارف هيبقى مختلف. انا اشتغلتها، هي الغرزة لما انا شفتها كانت معمولة بخيط واحد، فانا كان عندي بواقي خيط، فقلت ليه ما اعملش سطر وسطر، ممكن تطلع شكلها حلو. وفعلا طلعت شكلها جميل جدا. وعايزه اقول لكم ان التصوير ظالمها، هي فعلا احلى من كده بكتير. ما شاء الله عليها، شكلها حلو والرسمه بتاعتها شكلها جميل، فيها تناسق كده جميل قوي. في نفس الوقت جديده او مختلفه عن اللي انا بشتغله، وكمان سهلة وبسيطة وسريعة. يعني أنا عملتها في نفس الوقت اللي أنا كنت قاعدة فيه، يعني أول ما بدأتها خلصتها وقمت. بصراحة كانت سهلة أوي وكانت ممتعة. هنختار دلوقتي الإبرة المناسبة للخيط، لأن الخيط تخين أوي عندنا، هنختار له إبرة مناسبة. دول بواقي الخيط اللي أنا بقولكوا عليه. اخترت الإبرة المناسبة. طبعا انت اللي هتقدري تقدري موضوع الابره المناسبه دي علشان خاطر سمك الخيط في ايدك. هشتغل هنا الاول. انا جربت اشتغلت 20 غرزه بس لقيتها كبيره جدا، فقررت ان انا هشتغل 18 غرزه. يعني هشتغل هما ال20 غرزه، بس هشتغل 18 غرزه وغرزتين حواف. موضوع غرزتين الحواف ده انا ما كنتش بهتم بيهم، انا كنت دايما بعمل كده بس ما كنتش ببقى مركزة ان انا شغالة حواف او مش شغالة حواف. بس بتفرق، بتخلي شكل الغرزة مختلف، بتخلي الفينش بتاع الشغل حلو، وبتحسسك بنظافة الشغل. يعني كأنك كده، يعني بيبقى الشغل جاهز مجرد ما بيخلص، مش محتاج انك تشطبيه عشان يبان شكله. هنشتغل هنا ال20 غرزة، هنشتغل ال20 غرزة مع بعض. هنشتغلهم زي ما انتوا شايفين. الاول اشتغلت غرزة الحافة واشتغلت غرزة عدلة، والغرزة اللي بعد كده هشتغلها من قلب الغرزة اللي من تحت. بس هنعيد تاني عشان تعرفوا. هنشتغل غرزة عدلة وغرزة من قلب. بصوا فين؟ في الغرزة اللي من تحت. ناخد الاتنين كده ونشتغلهم مع بعض، غرزة عدلة وغرزة من قلب الشغل تحت، من قلب السطر التاني يعني. غرزة عدلة وغرزة من قلب السطر اللي هو السطر البداية. اشتغلت من اول سطر عشان الغرزة تبان، بس اشتغلت غلط. هنرجع تاني. بصوا ركزوا عشان ما تلخبطوش. غرزة من قلب السطر اللي قبليه، وباخد الغرزتين كده مع بعض. يعني انا باخد الغرزة اللي من تحت مع الغرزة اللي من فوق وبشتغلهم غرزة عدلة. هي سهلة وبسيطة جدا، يعني اول ما هتجربيها هتلاقيها سهلة جدا. والميزة في الغرزة دي انها يعني تكرار، يعني تتكرر في كل سطر، والتكرار بتاعها كل مدى بيخلي الموضوع بالنسبة لك اسهل واسرع، علشان هو تكرار سطر واحد، فانت بتحسي ان الموضوع سهل جدا وايدك بتمشي فيه قوي. برضو اشتغلت غرزة حافة واشتغلت غرزة عدلة، وبعد كده اشتغلت غرزة من قلب الغرزة اللي قبلها او من قلب السطر اللي قبلها. بصوا السطر ده بقى اسهل ليه؟ علشان خاطر السطر الاولاني كان سطر البداية فبيبقى مشدود شوية. بصوا، واحدة عدلة، واحدة من قلب السطر، واحدة عدلة، واحدة من قلب الغرز، يعني من قلب الغرزة اللي قبلها. ان شاء الله يا رب تكونوا فاهميني، او يكون الشرح سهل، ويكون كمان التصوير موضح اللي انا عايزة اقوله اكتر. طيب غرزة عدلة وغرزة من قلب الشغل، غرزة عدلة وغرزة من قلب السطر اللي قبله، والغرزة الاخرانية بتبقى عدلة. الاولانية والاخرانية بيبقوا عدلة. طيب هنا هنبدل بقى الالوان زي ما اتفقنا. بدلت الخيط اللي معايا بالخيط الاسود،
بس لازم يبقوا نفس سمك الخيط، يعني الخيط يبقى نفس سمك الخيط اللي هتكملي بيه. ما ينفعش يبقى خيط رفيع مع خيط تخين، لازم الاتنين يبقوا سمك واحد، علشان احنا مش هنغير الابرة، وكمان ما يبقاش سطر مشدود وسطر مرخي، سطر مشدود وسطر مرخي. طيب هنشتغل نفس الموضوع، غرزة عدلة وغرزة من قلب السطر اللي قبلها، وبرضو باخد الاتنين مع بعض عدلة، وهشتغل كده تكرار لحد ما اخلص شغلي خالص. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا جدا وبسيط، هي بس هتفرق معاكي ان انتي تركزي. وكمان عندنا هنا البداية، يعني الخيط اللي سبته الاولاني بالذات في تبديل الخيط الاولاني اللي انا سبته في الاخر هو نفسه اللي لازم هسيب عنده الخيط التاني. يعني هبدأ من مكان، هرجع لمكان ما بدأت وابدأ من مكان ما رجعت. يعني عايزة اوصل لكم المعلومة بطريقة اسهل. بصوا انا اشتغلت هنا وفضلت شغالة على نفس ما قلنا مع بعض الغرز، واحدة عدلة والتانية عدلة بس من قلب السطر اللي قبليه. هنوصل لحد الخيط الابيض اللي انا كنت سبته عشان ابدأ بالاسود. فاهمين قصدي؟ يعني ما تجيش توصلي لناحية وتسيبي فيها خيط وترجعي تكملي بناحية تانية، لا مش هينفع، مش هتطلع الرسمة مظبوطة زي ما انت عايزة. بصي هنا الخيوط كلها بتيجي عند المكان ده وتبدأي تبدلي، يعني انا هبدأ ابدل كده، بتبقى انت عملتي الخطوة دي مرة رايح ومرة راجع، فبتديكي الشكل. ان شاء الله تكونوا فاهمين قصدي، ويكون التصوير مبين قصدي ايه. مكان ما ببدأ بالخيط الجديد بسيب الخيط القديم، علشان تبقى عندنا نقطة بداية واحدة، هي نقطة بداية ونهاية، عشان تطلع الشكل اللي شفتوه في اول الفيديو. انت ممكن لو عندك 3 ألوان متناسقة مع بعض وبواقي خيوط اعمليه، او تعملي كذا لون. يعني لو كذا لون هيبقى السكارف شكله حلو كتير قوي، في بكر جنجو، في الوان كتير قوي داخله مع بعضها، وفي الاخر لما بنشتغل بيبقى الشكل حلو. فجرب. منها ان انتي تبقي شغلتي خيط مركون عندك، ومنها ان انتي تبقي عملتي سكارف شكله حلو للشتاء. والناس دايما بتحب الحاجات المختلفة واللي شكلها مختلف، هتلاقوا شكله احلى. انا حبيت اوريكم الغرزة، وزي ما اوريكم في اول الفيديو بجد سكارف جميل جدا. بصوا ده الشكل اللي انا بقول لكم عليه، بصوا جميل ازاي. وطبعا الخيط تخين والابرة كبيرة، فطلعت مرنة قوي قوي، طلعت طرية جدا جدا، سكارف طري وجميل وملمسه ناعم قوي. وبصراحة يعني كان رائع. بصراحة التصوير مش جايب حقيقة السكارف، انا مش عارفة ازاي، بس بجد بجد هو جميل جدا ويستاهل التجربة، وهيعجبكم اوي لو جربتوه. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة عشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها. وبجد جربوا الغرزة دي قيمة وجميلة وشيك قوي. ربنا يحسن يا رب ما بين ايدينا كلنا، ودايما يا رب يبقى شغلنا في تقدم، ونبقى من حال لحال احسن، وربنا يجعلها سنة سعيدة وجديدة علينا، وان شاء الله نشوف اللي ما شفناهوش من خير في السنة الجديدة. السلام عليكم.